السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معانا وصفة كلنا بنحبها. طبعا النهاردة هنعمل ايه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل البليلة المصري بتاعتنا اللي احنا بنحبها من عربيات البليلة ومن المحلات. طبعا هتكون احلى في البيت وانضف، ويعني مش هتحبي ان انت تشتريها من بره تاني. طبعا هي الطريقة بتاعتي النهاردة ان شاء الله سهلة وبسيطة ومش هتكلفك حاجة، ولو اتبعتي الطريقة وخليتك معايا لغاية الفيديو للآخر هتعرفي ان الطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت وهتطلع جميلة جدا. وبقولك يعني والله مش هتجربيها من بره تاني. اهو زي ما انتم شايفين بصوا كده الجمال. احنا بنعرض طبعا البليله في اول الفيديو. طبعا انا جبت يعني ب10 جنيه قمح او ب5 جنيه قمح بليله، غسلته كويس زي ما انتم شايفينه كده. كنت مبيتاه في الميه 3 4 ساعات لو انت مستعجله، او من بالليل للصبح. طبعا ايه زي ما انتم شايفين انا غسلتها كويس وصفيتها، وهغسلها مره واتنين وتلاته كمان. اهو غسلناها كويس وصفيناها كده. وهنا كمان محضره اللبن بتاعي وغلياه. المكونين دول كده في اول البليله نكون طبعا غاسلين القمح بتاعنا ومنضفينه. وهغسله معاكم طبعا خطوه خطوه معاكم كده اهوت عشان نبقى عارفين احنا طرق خطوات البليله. اهو اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا احنا بنذكر بسم الله طبعا في كل اكلنا زي ما احنا متعودين، وبنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الاكل بتاعنا لما بنقرا عليه قران او بنسمي او بنصلي ربنا بيزيد فيه البركه. بصوا كده الميه نضيفه زي القشطه ازاي اهو. هنا طبعا انا غسلته مره واتنين وتلاته، وكنت مبوشاه من بالليل للصبح، وانتي لو مستعجله تبوشيه ساعتين تلاته كده في الميه. مش بياخد طبعا وقت في التسويه ولا اي حاجه. اهو الميه بيضه زي القشطه اهو. نقلب كده بقى، وطبعا بنبقى منقيين القمح قبل ما نغسله ونحطه في الميه. واللبن بتاعنا كمان جاهز زي ما قلت لكم اهو. وقال لكم ايه بقى ايه الحاجات اللي احنا هنضيفها في البليله خطوه في خطوه. طبعا انا نزلت هنا بالميه عشان خاطر انا هحط البليله بتاعتي على النار. انزل بكميه ميه حلوه كده، واخد الحله بتاعتي وارفعها على النار بعد ما حطيت الميه اللي انا ايه هسلق فيها القمح بتاعنا اللي هو البليله. طبعا انا هيجي هنا خدت الحله اهو. بصوا ولعت النار اهوت وحطيت الحله رفعتها على النار. ونبدا بقى ايه اعمال البليله بتاعتنا الحلوه بتاعتنا اللي هناكلها في البيت احسن من العربيات والمحلات. لا تقولي لي عربيات ولا محلات. نسيبها بقى طبعا هنغطي عليها لغايه ما تغلي اهو. وهنا الميه بقى قليت زي ما انتم شايفين كده وغلت فارت يعني. بصوا كده وكده داخل على ايه على السوا اهو. طبعا انا بقلب كده اهوت عشان اشوفها استوت ولا لا. معلش بقى على البخار ده لان الكاميرا بتاعه التليفون قريبه من الحله. طبعا هي كده دخلت على السوا معايا، فانا نزلت باللبن زي ما انتم شايفين. انزلي بقى باللبن بتاعك، انزلي بكيلو او يعني كميه القمح قليله انزلي بنص كيلو، كتير بتنزلي بكيلو. هنا طبعا كان معايا نص كيلو لبن. اقلب طبعا كده كله في بعضه. لازما البليله بتاعتنا تشرب من اللبن كويس قوي ويغلي معاها، لان لو انت عملتي البليله وحطيتي اللبن بره واخدتي من اللبن على البليله طبعا مش هيبقى فيها مش طعم اللبن خالص فيها ولا غنيه باللبن اللي هو فيها. وهنا طبعا ايه انا ضفت ربع كوبايه ميه وعليها معلقه ايه نشا. بتخلي برضو طعم البليله بتاعتنا حلو قوي. وهنا يا جماعه هنضيف الاضافه التانية اللي هي ايه القشطه بتاعت اللبن دي. طبعا القشطه دي انا بشيلها من اللبن وش اللبن، ولما باجي اعمل اي اكله محتاجه ان انا ادسمها واخليها طعمها حلو بروح ضايفه ايه القشطه بتاعتنا دي. طبعا احنا نزلنا هنا بالقشطه. اللهم بارك. طريقه سهله وبسيطه والله وهتعجبك ومش هتاخد منك وقت.
طبعا نسيبهم بقى ايه دقيقتين كمان يغلوا على النار، ياخدوا يدوا مع بعض اللبن مع القشطه والبليله كده اهو. ما شاء الله عليها، ما شاء الله والله تحفه، احلى من بشتريها من بره 100 مره واكتر. يعني انت بتشتريها من بره اكياس كده بتبقى حبه صغيرين، انت هتعملي وليمه منها تاكلي البيت كله كمان هيفضل في الحله اهو. بصوا كده على الجمال والحلاوه، بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. نقلبها كده تقلبتين. بصوا طبعا انتوا شايفين ان القمح بتاعنا فتح كده وفشر اهو يا حبايب قلبي. بصوا كده عامل ازاي كده، ايه باين عليه ان خلاص هو كده يبلك ان هو استوى خلاص. طبعا السكر احنا مش بنضيفه في الحله، في ناس بتضيف السكر مع الحله، لا طبعا احنا بنحط السكر حسب ما كل واحد محتاج سكر قد ايه في الكوبايه بتاعته او في الطبق بتاعه، حسب كل فرد بيحب السكر قد ايه اهو. هنا نحضر الكوبايات بتاعتنا مغسوله كويس ومتنضفه ومتنشفه، وهننزل ان شاء الله فيها بالبليله بتاعتنا الجميله، بسم الله ما شاء الله. بصوا كده الجمال، احلى بليله تاكليها من عمايل ايدك، بس لو اتبعتي الطريقه بتاعتي لانها سهله جدا اهو. هننزل بقى طبعا نملى الكوبايات بتاعتنا، طبعا هنحطها سخنه حسب كل فرد عايز يعني موجود نحط له ايه سخنه كده، والباقي بيبقى في الحله اهو زي ما احنا شايفين. هننزل بقى طبعا ونملى الكوبايات بتاعتنا دي، لو عايزه تحطيها في اطباق حطيها اهو. عامله كوبايتي الحلوه الجميله دي والبليله بتاعتنا اللي زي العسل زيكم كده. بس لو عجبتك الطريقه بتاعتي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتفعلي زر الجرس وتكتبوا كومنت حلو كده تشجعوني اهو. احلى بليله من عمايل ام يوسف. بصوا كده الجمال يا حبايب قلبي عامله ازاي، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا لو عايزين نعملها عاشوره اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنزل برضو طريقه عمل العاشوره والاضافات بتاعتها والتركات بتاعتها. بصوا كده على الحلاوه، شايفين البليله عامله ازاي ولا احلى من كده اهو. هتاكلي بقى ايه صوابعك ورا انت والاولاد، مش بتاخد وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، سهله جدا من ابسط ما يمكن. بصوا كده ايه الجمال ده بقى، ايه الجمال اللي انتوا عاملينه ده اهو. طبعا مش دي الكميه بتاعتي كلها، طبعا احنا قلنا هناخد على قد الافراد الموجوده سخن، والباقي نسيبه في الحله وقت ما نحتاجه نحط منه. عايزه تشيليها في التلاجة شيليها مش هيجرى لها اي حاجه، وطلعي تسخنيها وتضيفي السكر بتاعك زي ما انت عايزه. لسه قاعده كده وما حطيتيش لا لايك ولا كومنت ولا حتى شيرتي الفيديو. بصوا طبعا الجمال اللي انا عاملاه، اللهم بارك. احلى بليله مصري بتاعتنا واحلى طعم، مش ده هتلاقي غير عندنا بس اهو يا جماعه. عايزه تضيفي لها اضافه ضيفي، عايزه تحطي لها يعني اي حاجه انت بتحبي تضيفيها عليها ضيفيها، كل واحد حسب ما بيحب يضيف اي حاجه على البليله. وفي حد ناس بتاكلها ساده كده بس تشربها كده ساده في الكوبايه، وفي ناس بتحب تحط لها شويه اضافات مكسرات شويه اضافات كده، كل واحد حسب الذوق بتاعه يعني وحسب ما هو بيحب اهو. معانا بقى هنا الكوبايات بتاعتنا سخنه وجميله ومفيش احسن من كده، مستويه وحلوه، وانا عاملاها بايدي وغسلاها ونضيفه ومطمنه على اكلي واكل اولادي. طبعا ايه احنا لما نيجي نعمل البليله بنحط الاضافات دي وبنمشي خطوه خطوه على الطريقه فبتطلع حلو. طبعا انا هنا ايه بضيف السكر حسب الرغبه، حسب كل ما حد من اولادي، في بيحبه حلو وفي بيحبه اللي هو مظبوط وفي بيحبه معلقه واحده زي الشاي يعني اهو. وهنا البليله بتاعتنا بقى لما خلصناها وشايفين عامله ازاي مفشره وعامله ازاي والقمح جميل ومستوي ازاي.
اللهم بارك بألف هنا وألف شفا كل اللي اتبع الطريقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.